السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. معكم حكايات لطيفه، كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم، ودائما كنجيب لكم قصص متنوعه، ونخليكم اليوم مع قصه اليوم كنتمنى ان شاء الله تعجبكم، وشكرا لكم بزاف. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا رب، وتكونوا في صحه جيده. رجعت لكم تاني بقصه جديده، كنتمنى يا ربي تعجبكم. القصه ديال اليوم قصه ديال نوال اللي كان في عمرها 20 عام وتزوجات باقا صغيره. تعرفت على واحد الشاب في الجامعه وتزوجت به. المهم داروا علاقه شويه، جا السيد خطبها في دارهم وتزوجات. نوال ما كانت عارفه حتى شي حاجه على الكوزينه ولا على اي حاجه، وهنا في لقات المشكل انها ما عرفاش تطيب نهائيا. كانت نوال كتبان لها الكوزينه شي حاجه اللي ساهله، يعني شي حاجه اللي بسيطه، يعني ربة بيت، شي حاجه اللي ما محتاجاش شي عناء ولا بحكم ان ماماها هي اللي كانت تقوم بالواجبات ديال المنزل واختها اللي كبر منها، وهي ما كانش كيهمها حتى شي حاجه. كتقول يعني داكشي ساهل، يعني تقدر تدخل اي منصه، يعني اي منصه وتكتب الحاجه اللي بغات وتجبدها وتطيبها صافي عادي، وتجيها وتصدق ليها. هذا هو الفكره ديال نوال. ولكن منين تزوجت نوال وعاشت مع راجلها في دار وحده بجوجهم، يعني ما كانش شي حد اللي يقدر يقوم بالواجبات المنزليه ديال الطياب وهذا. هنا فين لقات المشكل. نوال كانت يعني اي ابسط حاجه ما كانتش كتعرف ليها، يعني من العجينه ما كانش كتعرف ليها نوال. دوزت شهر العسل كي تنقولوا، دوزت واحد الوقت انها مرتاحه. من بعد صافي خاصها تنوض تشمر على دراعها وطيب. كان راجل هذيك الساعه في الايام الاولى دائما كيمشي يتقدى وكيجيب داكشي طايب واجد، وبقات مولفه نوال هاد القضيه هادي. ولكن واحد النهار قال لها راجلها راه ميمكنش نبقاو هكا، راه ضروري خصك طيبي. قالت لي صافي ماشي مشكل، انا غادي نتعلم. قالت لي اشنو بغيتي اليوم؟ اول حاجه قالها لها راجلها هو بغى خبز الشحمه. يعني اول حاجه تشهاها. قالت لي صافي ماشي مشكل، كون هاني انا غنوجدو لك. مشات بقى هزت التليفون، بدات تقلب كيفاش نقاد، كيفاش ندير، كيفاش هذا. صايبات لي خبز الشحمه، صايباتو لا علاقه ليه صراحه بخبز الشحمه. الحاجه الوحيده اللي كانت زوينه كانت زوينه يعني ما كانتش كتجبد المشاكل النوال، هي ان راجلها مقتنع انها هي ما عارفاش طيب. المهم ما صدق ليهاش وجاها معجن وجاها يعني حالته صافي. وفاش جا وقال لها حطي لينا ناكلو، قالت لي ما كاين ما تاكل، راه داكشي ما صدق لياش، راه ما جانيش هو هذاك، وبقى فيها الحال بزاف. وراجلها قال لها ماشي مشكل، راه دابا تعلمي، دابا هذا صافي. بقات هكاك فين ما بانش لها شي غسد بحال هكا، كتبغي تجربها، والو حتى حاجه ما بغات تصدق ليها، حتى حاجه ما بغات تصدق ليها. واحد النهاريات مشات عند لوستها بقات كتصايب المسمن. المهم في ديك اللحظه لوستها جاها شي اتصال وبغات تخرج، وديك الساعه يلاه بدات المسمن كتقادو. هي تقول لها واش ممكن انا ولت تكملي عليا تنجي دغيا، راه جاني واحد التليفون وهذا. قالت لها واخا ماشي مشكل. انا اكيد ما عمرها صيبت المسمن. في ديك اللحظه اشنو دارت؟ عيطت لماما في التليفون، قالت لها ماما راه ما عرفتش الله. قالت لها ديك ما عرفتش المسمن، وبقات على ماما وانت اللي ما كتبغيش تدخلي الكوزينه، وانت اللي ما بغيتيش تعلمي، وانت كتقولها واخا ماما دابا عتقيني في هذا الموقف اللي انا فيه. ونوال ما رضاتش، ما بغاش تسمى راه ما عارفاش وهذا، وهذا السر عارفاه غير هي وراجلها، واكيد ماماها هما اللي عارفين هذا السر هذا. صافي بقات ماماها كتوريها في التليفون وهذا حتى كملت داك المسمن وجاها زوين. فجات لستها هكا وحطاتو، قالت لها وغزال جا حسن من ديالي. صافي قالت لها انا راه ديما تنصايبو هكاك، وغمزات راجلها وزادو تيضحكوا. هادي دازت لنوال. واحد النهار مشات عند عجوزتها وجاو عندها شي عيالات، شي مناسبه. المهم وهي تقول لنوال جي نحطوا الكاسكروط وهذا، وحطوا الكاسكروط ونحكين وناشطين شويه. وهي تعيط لنوال الكوزينه، قالت لها اجي انا ولا اجي عفا بنتي، بدك تقادي ليا جوج طيور طيبيهم. وحطتهم لها هكا في الطنجره، قالت لها طيبيهم راه بغينا نتعشاو بهم اليوم. الصدمه ديال نوال ما بقاتش عارفه تقول ولا لا. قالت لها صافي واخا ان شاء الله.
مشات عكوزتها جلست مع الناس وبقات ناول كتمشي وتجي في الكوزينه. يا ربي الحبيبه شنو ندير، يا ربي الحبيبه شنو ندير. اش بان ليها عاوتاني؟ بان ليها غير ماماها هي اللي بانت ليها في البلان. عيطت ثاني لماماها. اكيد دائما يعني ماما ما كتجيش وكتوريها شي حاجه كتبقى عليها وانت ما بغيتي تتعلمي وانت هذا وقابلتي المدرسه. تقول لها عافاك ماما دابا غير عتقيني في هذا الموقف. قالت لها قولي لهم راه ما عرفتش وخرجي من باب واسع. قالت لها ابدا واش نقول ما عرفتش، لا خاصني نعرف. صافي بقات على ماما كيفاش ديري. جاب الله الحاجه اللي عندها فيها الزهر ناول ان دوك الطيور كانوا مغسولين، يعني ما محتاجاش تغسل لان حتى الغسيل ما عرفاتش. البنت كتقرا ما عرفاش. صافي بقات تتوريها كي دير تصايبات داك الدجاج المحمر وقاداتو على حقه وطريقه وبالزواق ديالو بكل شيء. الله يخلي لها ماماها وراتها كل شيء كيفاش دير ليه. والزهر كيف تنقولوا تيوقف معاه. وانا والديما كتقول عندي الزهر تيوقف معايا صدى ربي في هذه المواقف. ان عجوزتها ما جاتش طلات عليها ولا لحظه، يعني خلاتها ترونكيل. جا وقت العشاء دخل راجلها لقاها يلاه كتوجد في الطبسيل وتقاد. قال لها الله على ريحه الدجاج عاطيه منين ومنين شكون طيبو؟ وهي تقول لها قالت ليه مو، قالت ليه راه نوال اللي طيباتو. وايلي نوال كيفاش؟ قال لها مزيانه. واش يقول مع راسو تيتسائل يعني. صافي هو يجي عند نوال الكوزينه قال لها واش بصح صايبتي ولا كومونديتي زعما جبتيه كومونديتي؟ قالت ليه لا انا اللي صايبته. ايوا حطوا داك الدجاج كلشي العيالات كيشكروا وفرحات نوال بداك، يعني جاها بحال دارت واحد الانجاز في حياتها. وصراحه عندها الحق لان المراه فاش كتحط في هذا الموقف تيجيها شويه صعيب. ايوا صافي وشكروا ليها داك الدجاج وعجبها الحال. فاش جات للدار قال لها راجله انت دروكا فاش كطيبي شوفي كي درتي الطياب عند امي وانا يعني ما بغيتش يعني علاش ما بغيتيش تعلمي حتى شي حاجه. صافي قالت لي شوف نسى ديك نوال اللي ما كتعرفش، انا من غدا غادي نعرف. مشات قالت اشنو ندير دابا، انا التليفون ما نفعنيش يعني اي حاجه درتها ما كتصدقش. مشات دفعت في تكوين ديال يعني الطبخ. مشات كتعلم دخلات كتخلص كل شهر وكتمشي وتجي وصراحه دماغها كله مشى لها مع داك الطياب. صافي ولات عندها واحد الموهبه بينها وبين راسها. تعلمت الطياب، تعلمت الحلاوي، تعلمت كل شيء، يعني ولات مبرعه هذاك الراجل بالماكله وبالشهوات الزوينين. تصافي جاتها واحد الفكره قالت لي اجي نقول لك انا علاش ما نديرش واحد المشروع بسيط هكا من داري ونعود نبيع للناس وهذا. قال لها مرحبا انا نتعاون معاك. فعلا تعاون معها، عطاها راس المال وبدات نوال شوي بشوي حتى كتعرف على الكليان ولاو الكوموند تيتزادوا عندها. ويعني وحسات بواحد الفرحه، يعني القرايه اللي كانت قرات وهذا ما درت بها والو، ولكن هير التكوين ديال الطبخ وهذا يعني وصلت به لواحد المرتبه زوينه ودارت محل ديالها ولات عايشه بخير من هذاك الطبخ. يعني هذاك الطبخ باش درت مستقبلها ولات يعني عايشه بخير وموهبه. صراحه بالنسبه لهذا الطبخ راه شي حاجه زوينه الانسان لا تعلم ليها. هنا القصه ديالنا هي شويه كوميديه في شويه يعني تحفيزيه. علاش؟ لان الانسان ضروري في هذه الحياه يتعلم اي حاجه. كنتحطوا في شي مواقف بوحدنا اللي خاصنا نتعلموا شي حوايج، وبزاف البنات ضروري خاصهم يتعلموا يطيبوا، يدخلوا مع ماماهم الكوزينه يشوفوا شنو كدير. لان يقدر دابا القصه ديال نوال عندها الزهر انها مشات ساكنه بوحدها وان راجلها متقبل، ولكن بالنسبه البنت اللي تزوجات في دار يعني فيها الويسات والعجوزه وهذا، يعني راه ضروري خاصها تحمر وجه امها كي تيقولوا اشنو جبتي من داركم. لذلك انا كنصح جميع البنات يتعلموا طياب، واللي عندها شي موهبه ديال الطياب فتحاول تطورها وتحاول تتعلم اكثر واكثر فيها، لانها فعلا يعني مهنه زوينه بزاف وفيها الربح وحلالا طيبا، يعني خدمه زوين. هذه هي القصه ديال اليوم، كنتمنى ان شاء الله